السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل البدء المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. أبلغت الكونفدرالية الأفريقية مسؤولي المنتخب الوطني خلال اجتماعها معهم بضرورة استبعاد 4 لاعبين من اللائحة الرسمية المخصصة لمواجهة تنزانيا يوم الأربعاء المقبل في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس أفريقيا. انطلقت البطولة يوم السبت الماضي في ساحل العاج، وتنص قوانين الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم على تسجيل 23 لاعبا في ورقة المباراة، في حين تضم تشكيلة المنتخب الوطني على 27 لاعبا، مما يجعل المدرب الوطني ملزما باستبعاد 4 لاعبين خلال المواجهة المقبلة أمام تنزانيا في ملعب لورون بوكو في مدينة سان بيدرو. ولائحة المنتخب الوطني تضم 27 لاعبا، ويتعلق الأمر بكل من ياسين بونو ومنير المحمدي والمهدي بن عبيد وأشرف حكيمي ونصير المزراوي ويحيى عطية الله، رومان سيس ويونس عبد الحميد وشادي رياض وعبد القادر عبقار وسفيان المرابط وعز الدين أناحي وإسماعيل الصيبري وأمير ريشاردسون، بالإضافة إلى طارق تسودالي وعبد الصمد الزلزولي ويوسف النصيري وأيوب الكعبي وأمين عدلين وسفيان بوفال وحكيم زياش ومحمد الشيبي وبلال الخنوس وأسامة العزوزي وأمين حريث.